السلام عليكم. تعالوا النهاردة نشوف ورقة اللحمة دي عملناها ازاي. بجد كان طعمها حكاية، وكانت مستوية وكانت حلوة جدا. اول حاجة بفرد اللحمة بتاعتي على اي حاجة كده، يعني على البورد، على قطع، على اي حاجة. برشلها ملح وفلفل اسود، وبرشلها بهارات 7 بس، وهقلبها على الناحية التانية، وبرضو هرش عليها ملح وفلفل اسود وبرضو شوية بهارات 7. انا مش هكتر بهارات عشان تبقى طعم اللحمة ظاهر كده، والبهارات بتغير طعم اللحمة. هخلص الكمية بتاعتي كلها، عملت جزء وبرضو بعمل باقي كمية اللحمة اللي عندي، يعني نفس الحكاية، رشة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة 7 بهارات. هخلص واقلب الناحية التانية نفس الكلام برضو. وبعد كده ايه، هشيلها على جنب. طبعا اللحمة هي صفية خالص، ما يبقاش فيها مية ولا اي حاجة، تبقى ناشفة خالص. بحطها على جنب، بسيبها مثلا ساعة ولا حاجة في التتبيلة دي. وبعد كده هقطع الخضار بتاعي، بحط لها بصل وبطاطس وطماطم وفلفل. في ناس بتحط لها جزر وكوسه بس انا ما حبيتش بصراحه ان انا ازود في الخضار، يعني هي بطاطس بس والفلفل والبصل والطماطم بس. جهزت الخضار بتاعي، قطعت البطاطس زي ما انتوا شايفين قطع، يعني ايه، لا هي سميكه قوي ولا خفيفه قوي، تبقى في المتوسطه كده. والبصل نفس الكلام. وهقطع برضو الطماطم، كله نفس التقطيعه. هتقطعي مكعبات يبقى تقطعيها كلهم مكعبات، الطماطم والبصل والبطاطس تقطعيهم مكعبات. هتقطعيهم طرنشات يبقى برضو كلهم نفس التقطيع، عشان يبقوا كلهم نفس السوا. والفلفل برضو بشيل منه البذر كده خالص، وبعد كده بقطعه برضو. عايزه تحطي فلفل حامي حطي براحتك، انا ما حطيتش عشان الولاد وكده يعني. كده انا خلاص جهزت الخضار بتاعي. هبدأ بقى ايه، اشوح في اللحمه. بحط معلقتين سمنه كويسين على معلقتين زيت في الجريل او في اي طاسه، يعني مش شرط جريل، بس انا عملتها في الجريل عشان تاخد الكميه بتاعتي على مرتين وتخلص معايا بسرعه يعني. اول ما بيسخن معايا كده السمنه والزيت، بنزل باللحمه بتاعتي على طول، تاخد صدمه كده على الناحيه دي، وبقلبها على الناحيه التانية على طول، هي ما بتغيبش، بقلبها على طول. اول ما بتاخد صدمه من الناحيه التانية بركنهم كلهم بقى على جنب، وهكمل